So, Henry, what are you doing here? We make cups or make something with dough. Okay, and what class is this? I say it in Korean. Toye. 2, so is this like part of art or something? Yes. So what are you gonna make for us today? I know a cup base. شوف كيف سوت بدأ يبان الكاسة. عجيب. Good job هنري. معمل الكيمياء والأحياء وكده، ولاحظوا أنه في أجهزة لكل الطلبة. هذا نقطة مهمة الحقيقة. بعض المدارس عندها معامل ما عندها كميات كافية. 61 مايكروسكوب، فكل طالب عنده الميكروسكوب الخاص فيه. مكيتبة صغيرة ممكن يجلسوا فيها هنا، كتب، وبرضه الألوان جميلة خفيفة ظريفة، والكتب هنا، فبحيث الواحد ممكن يقرأ هنا على المدخل أو يقرأ في المكتبة. تدريب على الفاير دريل طبعا، فبدربوا الأولاد، عاملين لهم their own fire extinguisher، طفاية حريق، وبتدربوا عليه برا. بس طبعا اليوم ما في، بيسووها مرة كل 3-4 شهور، بتدربوا على موضوع الحريق. هذه أيضا جيدة، هذه مخصوص للأطفال. حمام ذوي احتياجات الخاصة للأطفال. هذه نقطة يمكن ما تعرض لها في السابق، أنه المدارس يكون فيها حمام لذوي الاحتياجات الخاصة مخصص. مسكات اليد، ولازم يكون في جنب المرحاض في زر للطوارئ، فهنا ممكن يضغطوا لو سمح الله لو صار شيء. جيد، هذه إضافة الحقيقة أنا ما أول مرة أشوفها، اللي هي حمام ذوي احتياجات خاصة في المدرسة. والباب طبعا يفتح ويقفل أوتوماتيك. This is closed, right? طلبة أولى ابتدائي مسؤولين عن نفسهم هنا، بياخذوا الصينية صحن. ولاحظوا أن الطابور بدون وجود حتى المسار، لا يوجد مسار، ولكن كل واحد واقف في طابوره. يعني مثال رائع الحقيقة، يمكن تجدوه مكرر وغطيناه سابقا، ولكن نستمر في تغطيته عشان نوري أنه إمكانية تنظيم الأولاد هو مجرد تربية وثقافة وقرار من المدرسة أنه يربوهم على هذه الأمور، وبالتالي يخرجوا من هذا الفصل يصير واقف طابور في السواقة، واقف طابور في السوبر ماركت، واقف طابور في أي مكان، ومحترم غيره من الناس. تبدأ من هنا يا أخي، تبدأ من دول. أهلا وسهلا. Hello. What's your name? Tayante. So every day you eat here? تايانتي. هذه أسماء الطلبة، فكل طالب بياكل في نفس المكان يوميا، والسبب اللي بيسووا كده أنه يخلوا في علاقة بين الطالب وبين مكان أكله فيحافظ عليه. يمسح هنا بواقي الأكل، ملاعق، العصاية أو الشوب ستيكس حقتهم، ويحطوا ودول أولى ابتدائي. سبحان الله، هنا تشوب ستيكس، كله حاطط تشوب ستيكس هنا. هنا معالق، كله حاطط ملاعق هنا. في أحد حاطط تشوب ستيكس هنا؟ طيب في أحد رامي هنا شيء، منديل ولا رامي حاجة غير اللي المفروض أنها تتحط هنا؟ ما أرى أي فرق بين أولى ابتدائي في كوريا ولا أولى ابتدائي في اليابان ولا أولى ابتدائي في أي دولة عربية ولا أولى ابتدائي في أفريقيا ولا في. القدرات هي اللي يفرق التنظيم وإرادة المدرسة أنه تسوي هذا النظام وتعلم الأولاد من بدري، وتعاون الأهل في أنه هذه الأشياء اللي تعلموها هنا مو يروحوا البيت يخربوها. قدوات هؤلاء هم هؤلاء. فالأستاذ هو أول المطبقين للنظام اللي دوبنا شايفينه. الأولاد قاعدين يشوفوا الأستاذ القدوة، فكما يكون الأستاذ يكون التلاميذ. 300 طالب تقريبا، كلهم
بلا استثناء. لما يخلصوا انظروا ماذا سيفعلوا. يوم جيد مليء بالإحسان في مدرسة من مدارس كوريا الجنوبية. لو يشكو القلب هموما قد باتت